النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أكتر القصص الحقيقية اللي خلت العالم كله يصدق إن الشر فعلا موجود. دي مش قصة الفيلم، دي قصة البنت نفسها. اسمها أندريا. عاشت 5 سنين في بيت الجحيم نفسه كان ساكن فيه. سنة 1971 أندريا كان عندها 12 سنة، أكبر إخواتها البنات الخمسة. أبوها اسمه روجر وأمها كارولين. اشتروا بيت في مزرعة في ولاية رود آيلاند. البيت كان قديم جدا لكن واسع وجميل والسعر كان مغري، فافتكروا انهم كسبوا صفقة العمر. اول يوم نقلوا البنات كانوا بيجروا ويضحكوا، بس الكلب بتاعهم وقف عند الباب مش عايز يدخل، ولما دخلوه بالعافية بعد ساعات قليلة لقوه الصبح ميت في الحديقة. الليلة دي كانت أول ليلة وأندريا افتكرتها طول حياتها. في نص الليل بدأت تسمع خبط في الحيطة، كأن حد بيخبط من جوه الحيطة. كل لما تنام تحس بحد بيتنفس جنب ودنها، ولما تبص مفيش حد. بعد كام يوم بدأت أندريا تلاحظ حاجات غريبة، ريحة كأنها في حاجة ميتة في البيت. ومرة وهي بتلعب سمعت صوت ست بتنادي عليها باسمها. لما بصت لقت ست لابسة هدوم قديمة ووشها باين عليه الغضب. الست بصت لها وقالت لها بصوت مخنوق: اخرجي من بيتي. وفي اليوم ده الكوابيس بدأت. البنات كلهم كانوا بيشوفوا نفس الست، واحدة تقول شافتها بتبص من فوق السلم، والتانية تقول شافتها قاعدة جنب السرير. بس أندريا كانت أكتر واحدة بتتكلم معاها. قالت إن الست دي كانت بتقول لها أنا كنت هنا قبلك والمكان ده بتاعي. الأم حاولت تفهم إيه اللي بيحصل، جابت مؤرخين وسألت الجيران القدام، وعرفت إن البيت ده كان ملك ست اسمها باتشيبة. الناس كانت بتقول إنها كانت بتعبد الشيطان وإنها ضحت بطفلها في طقوس سحر، ولما اكتشفوها شنقت نفسها على الشجرة اللي قدام البيت. من بعدها أي حد سكن في البيت حصلت له مصايب. كارولين الأم بدأت تحس إن في حاجة بتتبعها. كل يوم تصحى الصبح وتلاقي كدمات على جسمها وحاجات بتطير من مكانها، ولما تنام تحس بحد بيبص عليها من فوق. والبنات كانوا دايما بيسمعوا صريخ في الدور الأرضي. وأندريا قالت إنها شافت الكيان بنفسها، ست شعرها منكوش وعيونها سودة كأنها حفرتين، وقالت مش هسيب أمي. بعد شهور من الرعب العيلة قررت تستنجد بحد يفهم في الحاجات دي. هنا ظهر الزوجين آد ولورين، أشهر محققين في الظواهر الخارقة في أمريكا. أول ما دخلوا البيت لورين قالت إنها حست بطاقة تقيلة جدا، وقالت في أكتر من كيان هنا بس في واحد منهم أقوى من الباقيين. ولما عملوا جلسة عشان يعرفوا الحقيقة حصلت كارثة. كارولين اتلبست فعلا وصوتها بدأ يتغير، بقت بتصرخ بصوت راجل. ولما آد حاول يقرأ صلوات الطرد الست اللي جواها بدأت تضحك ضحكة بشعة. الكاميرات كانت بتسجل، لكن التسجيلات دي اختفت بعد أيام. حتى المحققين قالوا الكيان نفسه مش عايز حد يشوف اللي بيحصل. ومرت سنين كتير وأندريا كبرت وكتبت كتاب اسمه هاوس اوف لايت، حكت فيه كل حاجة بالتفصيل، وقالت اللي حصل ما كانش خيال ولا كان فيلم، كنا بنعيش مع الشر كل يوم. وقالت إن بعد الجلسة الأمور سكنت شوية بس الكيان ما اختفاش. كانوا لسه بيسمعوا خبط وصوت ست بتعيط في نص الليل. بعد 5 سنين من العذاب العيلة سابت البيت، بس أندريا قالت إنها كل ليلة بتحلم إنها رجعت هناك وبتسمع الست دي بتقول لسه مستنياكي. البيت لحد النهاردة لسه موجود، والناس اللي راحت تصور فيه قالوا إن الكاميرات بتفصل لوحدها، وفي ناس بتقول إنهم شافوا ست بتبص من الشباك. الفيلم اللي اتشهر وكلنا عارفينه حاول يحكي القصة، بس الحقيقة كانت أفظع، لأن اللي عاش الرعب ده مش ممثلين، دي كانت بنت صغيرة ولسه كل ما تتكلم عن اللي حصل عينيها بتدمع وتقول البيت ده ما كانش بيت، ده كان بوابة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس.